Mısır'daki kardeşlerime buradan selamlar. İstanbul'daki kardeşlerime selamlar. بيوصل لكم سلام من الاتراك لاخواتنا المصريين. ده كان بيستخدموه في ايه دوت؟ هذا لليهود. لليهود؟ يعني دوت بيتصدر لليهود في اسرائيل؟ Canlar! بصوا بنزلوا الشاي ازاي للدور اللي تحت. المشهد ده بيفكركم بايه؟ عربيات كتير كانت بتيجي تركن هنا كده في مسلسل تركي. Bunu sen yaptınız mı hocam? Ben yaptım. Oo çok güzel. Bunu yapıyoruz. $250 falan diyor. 250 $50. dolar. Yani 250 دولار. سلام عليكم. ناس طيبين قوي يا خال. رحلة الكشف عن يعقوب بابا. Yakup Baba nerede bulacağım? Nerede? Yakup Baba. Yakup Baba. Aha. Orhan Baba mı Yakup Baba? Yakup Baba, Eşref Rüya'da. Ha Eşref Rüya. Usta Yakup Baba nerede Eşref Rüya'daki? هنا كان بيتجمع تجار الشرق والغرب كانوا بيتجمعوا في الخان دوت أقدم خان في اسطنبول. بعد ما يعملوا النحاس بيحط الازاز جوه وينفخه وهو سخن فالازاز يبظ من الفتحات. يكون الشكل ده. ايوه وصلنا المكان اهو. Eşref Rüya. أول مرة بقالي 7 سنين تقريبا في تركيا. أول مرة أجي المكان ده. سلام اطلع وجه. اي والله اي والله çok sağ ol. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ومغامرة جديدة. النهاردة احنا موجودين في أقدم خان في اسطنبول وفي تركيا. هنصور النهاردة الخانات ونستكشف الخانات الموجودة في اسطنبول. هنعيش الأجواء وهصور لكم كل حاجة. هنفهم في الأول يعني إيه أصلا كلمة خان وجاية منين وأصلها منين وإيه علاقتها بالهوانم، في كلمة الهوانم الموجودة عند الأتراك وموجودة عند العرب. يلا بينا. هنا بيتصور مسلسلات كتيرة جدا في اسطنبول. المكان اللي كانوا بيتجمعوا فيه الأيتام في مسلسل أشرف رؤيا. تعالوا نطلع فوق ونشوف نستكشف المكان. عمر ده اللي أسقط الانقلاب في تركيا في 2016. ترول باي. أشهر شخصيات تركية وعثمانية. جميل أوي افتخار الأتراك بتاريخهم والشخصيات العظيمة. واو مكان تحفة للتصوير. بصوا المكان ده تقريبا عمره أكتر من 300 سنة. مكان زي ما هو حرفيا. بص البيبان. واو أنابيب يا حبيبتي يا مصر فكرتني بيها. واو مكان تحفة. يعني ايه كلمة خان وجات منين؟ اصل الكلمة هي كلمة هندية. بنسمع كتير جدا الألقاب الهندية في آخرها خان، وبعد كده اتنقلت للفارسية واتنقلت للتركية، ومعناها هو الشخص اللي بيتلقب بالاسم دوت هو الشخص اللي عنده نفوذ قوية جدا، الشخص السلطان، الشخص العظيم في الدولة. وفي مصر برضو الكلمة موجودة، كلمة خان موجودة، ولكن بتتقال على الأماكن أو الفنادق الصغيرة اللي كان بيسكن فيها التجار زمان. والعرب زمان أخدوا من كلمة خان حطوا كلمة خانم
الكلمة خان كانت بتقال للشخص صاحب النفوذ وصاحب السلطة القوية في البلد، علشان كده كانوا بياخدوا اللقب ده. وكان نادرا جدا اي حد ياخد اصلا كلمة خان، مش اي حد بياخد كلمة خان. طبعا زي ما في خان في خناهم، والخناهم هنا تحولت عند العرب للهانم، والهانم هي صاحبة السلطة وصاحبة النفوذ القوية. علشان كده دلوقتي في العصر اللي احنا موجودين فيه الهانم عند الأتراك وعند العرب الكلمة موجودة، كلمة هانم. طراز البنى دهوت بتاع الخان مشهور في الدولة العثمانية اسمه الخان، ومشهور في مصر القيصرية، ففي القيصرية في أسيوط وفي أسوان. وهو نفس طراز البنى بتاع برضه في اليمن القديمة، باب اليمن اسمه السمسرة. فبتبقى محلات صغيرة فوق، عفوا بتبقى محلات صغيرة تحت وفي الدور الأول بيعرضوا فيها الناس اللي جايين من القرى، وفوق بيبقى فيه زي موتيل او زي فندق صغير كده بيقيموا فيه التجار وكل الناس. وغالبا بيبقى الخان ده ملحق بيه حمام علشان الناس تستحمى اللي جاي من سفر وكدهوت. والحمام ده بيبقى فيه ميه سخنه. في مصر نادرا وفي طبعا اليمن وجود الميه السخنه اصلا. ايوه ساعتها كان نادر وجود الميه السخنه. في اليمن وفي مصر كانوا بيسخنوا الميه ديت على الزباله، يحرقوا الزباله ويدمسوا فيها الفول. فمنها يدمسوا الفول، ومنها يحرقوا الزباله، ومنها يسخنوا الميه للحمامات بتاعه الخان. زي خان الخليلي برضو عندنا في مصر وكده. خان يونس. ايوه لا خان يونس ما عنديش فكره عنها. دي حاجه في فلسطين، لكنها مشهوره في اليمن اسمها السمسره، وموجوده في مصر باسم القيصريه. يعني في قيصريه القطن، في قيصريه التوابل والكركديه والحاجات دي. مثلا في اسيوط القديمه وفي النوبه بيبقى في شوارع ضيقه كده، بيبقى فجاه في مبنى كبير جدا زي سوق مركزي. ده متخصص قطن، ده متخصص كتان. فالتجار بقى والمزارع واصحاب المزارع اللي بيجوا من بعيد بيعرضوا بضاعتهم في المكان ده. في اليمن طبعا اسمها السمسره، سمسره الفضه والذهب والعقيق والحنه. دي كلها اسواق خاصه باليمن هناك، والزبيب عجيب كده. بيبقى نفس الفكره، اللي هو محلات صغيره من تحت واماكن سكن فوق. يعني في حاجه مماثله ليها في الشام في دمشق. احنا كده في الدور الثالث. المشهد ده بيفكركم بايه؟ عربيات كتير كانت بتيجي تركن هنا كده في مسلسل تركي. اللي يعرفه يعني ممكن يكتب اسمه عادي. لا يا شباب فيديو تكلمني عادي. بسم الله. السلام عليكم. هذا بيجي الصحن. ايوه كافر. ده كان بيستخدموه في ايه دوت؟ هذا لليهود. لليهود؟ لا اله الا الله. هذا نحن بنشتغل لليهود، هذا علينا هم بيعملوا كل اليهود. يعني دوت بيتصدر لليهود في اسرائيل؟ لا مو اسرائيل. مو اسرائيل، للديانه نفسها. للديانه اليهوديه. يعني بيتصدر لانحاء العالم بشكل عام. احنا ليه نحن؟ نحن نشتغل فضه، بس الفضه صار غالي شوي. يعني هذا بدل الفضه. ايوه هذا بيكبس قريب. او الاطباق دي هي مثل يحطوا فيها سكر يحط فيها السكر والسكاكر. مرتبطه بالكنيس اليهودي. الاستخدام كله يدوي 100%. يعني واحده واحده بتصنعوها. اوه. ايه اللي موجود جواها ده؟ هذا زفت. اسمه ايه؟ زفت. 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 عندك محل. دي الاشكال. اوه. لا هاي نفس المعدن نحاول. نحاس ملبسه فضه. تركيب كلها.
احنا كنا نشتغل من قبل يعني من سنه كله فضه. بس كان الكيلو حوالي 700 800 دولار، الان صار حوالي 4000 دولار ان شاء الله. ما عاد يعني حتى الزبون ما عاد يشتري يعني. انت هنا شغال من امتى؟ حوالي 8 سنين تقريبا. من كام؟ 8 سنين هنا في المكان. واو. يعني الله يعينك. شكرا جزيلا. شكرا الله يعينك. عجيب، ورشة بتصنع مستلزمات المعابد اليهوديه. واو. بس الراجل بيأكد انه مش بيصدر اسرائيل، هو بيصدر بس لمن يطلبه من اليهود في انحاء العالم للمعابد اليهوديه وللطقوس الدينيه. بالضبط. والله اعلم. كل الغرف هنا فيها حاجات غريبة. كلها جالسة أوي. اوه ما شاء الله. Bu nedir abi? Bu asa, baston olacak. Böyle. Aha. Bunlar burç. Böyle Aha. gelecek. Ne için? Oho, Sopa gelecek عكاز. böyle. Baston. عكاز. Sopa tabii bunun değil. Baş. يعني هو مش العصاية دي اللي بيستخدموها للعكاز بس حاجات تانية. هي؟ عصاية غيرها بس لغير قياس. اه. Öyle. Şu bak. Kırmalı. Öyle. اهو. Değişik değişik. Yani orada Instagram var. Instagram. nerede؟ hangisi؟ اه بره موجود على الباب. Oradan bakarsın orada ne var. بتصنعوا يعني انتوا بتصنعوا القطعة دي فقط؟ كلها من الصفر بيساوي كله؟ ما شاء الله. كده بتصنعوها؟ هو بيشتغل بالنقش. هو هي قطعة يدوية هي يساويها على يده كلها. واو. هي ملبسة من برا ذهب ومصر. لوجو الدولة العثمانية. Bunu yapıyorum. قرب عليها شوفها. Bunları da ben هذا كله yapıyorum. على اليد مساوي. هذا التنفيذ Bunu والهذا sen yaptınız mı abici? Ben yaptım. onu. Oo çok güzelmiş. Bak bunu yapıyoruz bu katmayı. Maşallah maşallah. Şunu yapıyoruz. Aha. Onu da ben yapıyorum bu katmaları. Burada bak çelik kalemlerle böyle Aha. vuruyoruz. Çıkıyor. عجيبة. هذا مو بلاستيك. دي القوالب شكل راس مقبض العكاز. واو. Bu epoksi. Epoksi. O bak. Aha. Karıştırıyoruz birbirine. Aha. Ondan sonra dolduruyorum burada. Dolduktan sonra o hale geliyor. Oo. Zımpara vuruyorum. Altını düzeltiyorum. Şey yaptıktan sonra ondan sonra cila. Çok güzel. Nasıl satıyorsunuz abici? Toptan. Toptan Tek sadece. tek de veriyoruz. Toptan da veriyoruz. Aha. Genelde toptan. بيبيعوها بالجملة وبالقطاع. Ne kadar olacak? Bunu Daha, mesela. bunu yeni Aha. çıkarıyoruz. Ha. Böyle yapıyoruz mesela. Böyle yapıyoruz. Oo. Bunu ne kadar olacak mesela? $250 falan diyor. 250 $50. dolar. Yani 250 dolar. gümüş kaplama bu. خشب المستعمل. Gümüş, Ha. gümüş değil üstünde 925 ayar gümüş kaplıyoruz. Zonguldak'tan yapıyor. Levrek'ten. Sopa, özel sopa yani öyle ışık sopa değil. Eyvallah. Çok sağ ol abi. Kolay gelsin. Rica ederim. Sağ ol. Şükran. Allah يعينك. Sağ ol. الورشة رهيبة. İşler. Sağ ol. Teşekkür ederim. انستغرام burada mı? اه عنده انستغرام. Girdiğiniz zaman değişik değişik modellerimiz var hep. Aha. Yani 60-70 tane model var. Hakkı gümüşü var. Aha. Pırlantalı, Her şey. He. Her şeyi var. Orijinal. Yani bulabilirsin. çok sağ ol. تجمع الورش المعمولة كل الحاجات اليدوية المعمولة بالفضة. غريبة يعني وانا بسيرش عن المكان اصلا ما كنتش اعرف المعلومات دي اكتشفتها دلوقتي حالا. بصوا كل ده
كل ده فضة ومعمول يدوي. بصوا الباب رهيب. الاسماء بقى واو. عجيب المكان واكتشافات جميلة. مشغولات يدوية. فضة. حاجات عجيبة موجودة. المكان طبعا فيه زوار كتير أجانب بيجي يزوروا المكان هنا. في مشهد اتصور هنا من المسلسلات التركية تقريبا. بص المكان. شايجي بتاع شاي بقرن غزال. واو. كل حاجه معموله بحسب عشان في حد فعلا مفتوح. قال إما السلام عليكم يا شباب. كراجاز Afiyet olsun. Video çekiyorum. Geleyim mi? Bismillah. Selamun aleyküm. Maşallah. Yani tekrar geleceğim. Tamam. Afiyet olsun. ناس طيبين أوي يا خال. هي الاستكشافات بتبقى كده بقى يعني. رحلة الكشف عن يعقوب بابا. Abi Yakup Baba nerede bulacağım? Nerede? Yakup Baba. Yakup Baba. Aha. Orhan Baba mı Yakup Baba? Yakup Baba Eşref Rüya'da. Ha Eşref Rüya. Usta Yakup Baba nerede Eşref Rüya'daki? Yakup Baba mı? Yani Aha. yazanesi çekildiği yer burası. Burada şey yok. Yakup Burada yok mu? Baba'nın yeri yok. Ha, ama burada çekildi. Aha. Yani şey yok. جاهزة. ما لقيناش يعقوب بابا يعني قال لنا ان المكان اتصور هنا ولكن هو مش موجود نشوفه بقى في مكان تاني ان شاء الله. çekim olacak şimdi bak. Ne yaptı abi? الشاي ما Caner! بصوا بنزلوا الشاي ازاي للدور اللي تحت. Herkes bunu çeker. Zaten beni çok paylaşan çoktu. Yemin ederim beni paylaşan çoktu. واو. Ne parası ya? Ama beni çektiler Turistik. tamamdır. بعدين يسحب خلاص اخد الشاي بيسحب. واو. غريب. احنا جينا من المكان دوت. المكان ده هو زي دوار كده تمام. ملف لفيناه كله. بعدين اكتشفنا ان في طريق هنا. بص المكان نشوف هو بيوصل لفين. احنا في الرابع. حاسس ان هو فرق منسوب. صح. غريب. احنا طلعنا الشارع كده. اسمه المكان اسمه بيوك يني خان بس الاسم ممسوح شويه. بس المدخل بتاعه احنا دخلنا من مكان وطلعنا من مكان غريب. يعني هو ممتد لغايه تحت هنا 3 ادوار. فرق المنسوب 3 ادوار. شايفين اخر في تقريبا تصميم للمكان مرسوم فوق مكتوب سنة 117. معرفش بقى ميلادية ولا هجرية ولكن هو شكله زي التصميم للمكان او حاجة مصغرة. سبحان الله. مكان رهيب تحفة. ده المسجد اللي احنا صلينا في الظهر. والجميل في الاتراك ان هم اهتمامهم للمساجد يحطوا QR كود فيه كل معلومات عن المسجد هنا. خلينا نشوف هيطلع لنا ايه. اسم المسجد السرد الصوتي يعني في تسجيل صوتي كامل عن المسجد.
وعن تاريخه، كل المعلومات. عجيب أتراك اهتمامهم للمساجد بحبه جدا بصراحة. بيوك والدة خان هنا كان بيتجمع الشرق والغرب، تجار الشرق والغرب كانوا بيتجمعوا في الخان دوت، أقدم خان في اسطنبول. خلي بالكم من العربيات ده عشان ما بيهزروش، دول ما بيهزروش. الخانات زمان كانت بتبقى مكان نفوذ، مكان بيظهر فيه قوة الشخص. الخان دوت بيبقى شخص ملقب بالاسم دوت، فلازم المكان بتاعه يكون بنفس قوته ونفس عظمته ونفس قوة نفوذه والتباهي في الأماكن دي. يعني بصوا المكان فيه أكتر من 366 غرفة تقريبا. هنا مسجد، بصوا البيوت هي كلها غرف، وكانت اماكن التجار بيتجمعوا هنا وبيبيعوا بضايعهم. واسطنبول طبعا معروفه ان هي الفاصل ما بين اسيا واوروبا، كانوا بيجوا بيستريحوا هنا ويبيعوا بضاعتهم وبعدين يكملوا طريقهم. مسجد والدة خان ايرانيان. المكان دوت اتبنى 1651 على ايد السلطانة كاثوم، والدة السلطان مراد الرابع وابراهيم الاول. السلطانة دي كانت واحدة من اقوى الشخصيات في الدولة العثمانية، وكان لها نفوذ سياسي قوي جدا في الدولة. ده مسجد الوالدة سلطان او والدة هان، مكتوب 17 يوزيل 1700 سنة 1700 سنة، مش فاهم ازاي. وهنا QR كود لو حد حابب ان هو ياخده يعرف معلومات عنه. اللي اكتشفت واحنا طالعين المسجد اكتشفنا ان هو اللي بيصلوا فيه شيعة. ما كنتش اعرف معلومة زي دي بس اكتشفناها، لكن ما عرفتش ان انا اصور، كنت مستعجل لصلاة الظهر. اخدنا لقطتين كده بس، صورتين ممكن تشوفوهم. نستكشف المكان من فوق، نشوف الغرف بتاعته. 366 غرفة في الخان دوت، أقدم خان في اسطنبول. برضو في ورش ملابس. المكان زي ما هو، كل حتة ورش. اوه واو، ورشة فيها أصنام. قافلينه. بيقولوا ان المكان تقدر تطلع فوق كمان، والناس كانت بتطلع فعلا والسياح كانوا بيطلعوا، وده طريق للصعود للمكان فوق، ولكن تقريبا قفلوه علشان الزلزال. كان في زلزال هنا في سنة 1900 حاجة مش فاكر، هو يعني أثر على المكان جدا، عشان كده قفلوا السطح ومبقاش فيه حد يطلع فوق. بسم الله. واو. Selamun aleyküm. Kolay gelsin abi. Video çekebilir miyim hocam? Ama para vermen lazım. Niye cevap vermedin? Ha? Cevap vermen lazım ama bir şey Ben- konuşmak için ben para verdim buraya. Türkçe bilmiyorum. الإضاءة بتعمل في الكاميرا أشياء غريبة. بعد ما يعملوا النحاس بيحط الازاز جوه وينفخه وهو سخن، فالازاز يبظ من الفتحات. يكون الشكل ده. ايوه. ويحط حواليه لا، هو بيحط النحاس الاول بعدين بعد ينفخ كده في الازاز. يحط فيها الازاز وهو سخن ويخليه يتمدد وينفخه. بيكسروا الازاز ويجيبوا اشكال كتير والمرايات وبالالوان، ويفضلوا يرسموا بيها الاشكال اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. فن بصراحة رهيب ومثير للاستكشاف.
وللشفقة برضه. بصوا يعني واو. Instagram'ı çektim, eğlen yaptım. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu ne kadar? 2000 lira. 2000. Ammar. Alaaddin. Alaaddin. Elhamdülillah. Benim resmimi Elhamdülillah. çekme bak. Ben çok Memnun olduk abi. Elhamdülillah. Sağ ol. Eyvallah, kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim. مخيف الخان. نفق. هيودينا لفين؟ الحمامات. هنا في حمامات وهنا. وهنا. واو ايه ده؟ مغارات. قطة. هنا مقفول. نشوف هنا في ايه. ريحة كريهة. في هنا زي موتور او حاجة وهنا سلالم. واو غريب. بس ديت بيعملوا الاقواس والقبب ويحطوا طين. بطريقه الحجاره اللي هي مرصوصه دي كده. طبعا بيعملوا لها قالب خشب الاول اه ويقعدوا يرصوه لما ينشف يروحوا شايلين القالب الخشب. اه السلطنة اللي بنت الخان دوت بنته لهدف كان واحد، ان هي يكون وقف للفقراء والمحتاجين. الارباح اللي بتخرج من الخان كانت بتروح للناس المحتاجة. ورش ورش ورش، مكان مخيف. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. وصلنا المكان اهو. Eşref Rüya. Yalı Çapkını. اها واو واو. İstediğin yer oturun. Very fine, please sit down to the room, yeah? You speak English? It's free here, everywhere it's free. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Çok sağ olun, teşekkürler, sağ olun. جميل أوي المكان. وهنا Şunları yakacağım her yeri. Her مكان جميل. تصور في المكان ده مسلسلات كتيرة جدا. Sorry. استكشافات سريعة. مخزن. مين؟ معرفش الراجل ده. Lütfen. Drink my water. ثانك يو. الراجل عايزنا نشرب قهوة بالعافية، بس القهوة اللي هندفعها هنا تكفينا نشرب قهوة شهر تقريبا. السقف قديم والأرض غريبة وسجاد على الأرض في كل حتة، بس الأرض متكسرة. إيه ده؟ معرفش إيه ده. منظر تحفة. واو المسجد. واو على المكان. جميل جميل جميل. ايه رأيكم؟ احب ان انا اشارك معاكم كل حاجة نشاركها سوا. اول مرة بقالي 7 سنين تقريبا في تركيا، اول مرة اجي المكان ده. الحمد لله ان احنا استكشفنا سوا. نخرج من الخان. فلسطين موجودة في كل حتة.
Siggad yadavi. Çıkabilir mi ya? Abi oradan doğru çektin tamam bitti. تمام تمام 200. مش عايزنا نصور جوه معرفش ليه ناس بصراحة غريبة أسواق إيمونونو دول البلدية اللي بيجروا ورا الناس في مصر هم دول هنا الظبيط شارك هاند ده اللي انتوا شايفينه دوت اللوحة الكبيرة ايش مركزي المكان ده ان شاء الله هنجيه ونصوره لان المكان ده فيه حرفيا اهو ده بوابة من بواباته فيه حرفيا كل حاجة هتحتاجها في حياتك اي حاجة من الابرة للصاروخ حرفيا يعني ده المدخل بتاعه نيجي نصوره ان شاء الله في يوم جميل اوي شكل المسجد واو واو مكان تحفة بص الصور واو مكان تحفة مطعم عنده بيتزا يعني مخبوزات صور ممثلين ومشاهير لا يا جاسها تعال نشوف نعمل السلام عليكم kolay gelsin abi. Hoş geldin canım, hoş geldin. Ne yapıyoruz abi? Sağ olasın. Buyurun, buyurun. بصوا بيعملوا على الحطب يسوي البيضة ده على الحطب Nereden Bu geliyorsun? et mi? Mısır'dan geldik. Mısır'dan. Aha. Mısır'daki kardeşlerime buradan selamlar. İstanbul'dan Mısır'daki kardeşlerime selamlar. بيوصل لكم سلام من الأتراك لإخواتنا المصريين. Bu ne? O kaşar, peynir Kaşar. yani. Aha. Gibne. Bu kavurma, bu da Kavurma. sucuk, bu da domates yani biber. Bu da Urfa'dan gelen isot. Urfa'dan. Urfa'dan. نوع من Sucuk, أنواع Türkiye sucuk. نوع من أنواع البهارات التركية Evet, baharat. جاية من أورفاdan. Urfa'dan. أورفا دي مدينة يعني في الشمال أو في الجنوب Göbekli الشرقي. Tepe. Artık Göbekli Tepe oldu. مكان جميل. Gel. إيه والله kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. لحمة مفرومة. قيمة. Güzel. Teşekkür ederim. Saygılar kardeşim. سلام عليكم. جميل. مكان جميل. تحفة. İsim ve sipariş yazıyoruz önce. Bir tane ayık. Tamam. Bir tane şalgam. Tamam. بص الصور في كل حتة. دي الأصناف اللي عندهم وفي غرفة هنا. تم كرش. Tamam. ده هو الشلجم. الشلجم مشروب تقليدي تركي بيبقى يعني زي ميه الترشي كده هوت يعني. فهو بيبقى من عصير اللفت ونبات الشلجم. الشلجم في ناس بيبقى فاكراه لفت وكده بس بيبقى لونه مختلف شويه والجزر الاسود وبيتعصر وشويه توابل وكده هو. في بعض الولايات هنا هوت في تركيا زي أدنى بيبقى بيتشرب زي عصير القصب يعني واحنا ماشيين كده تعال نشرب حاجه ساعه فنروح نشرب كوبايتين شلجم جنب الجامع في القهوه الكلام ده كله. فالناس هنا لما تيجي تقول لك الشلجم ده درجه اولى فيقول لك ده من أدنى. لكن هو لو دورت عليه هتلاقيه يعني هو مصدره من أدنى. من أدنى اصلا. هو حادق وفي منه حراق ومش حراق وكده. بس هو باللون اللي عامل زي الكركديه ده. ايوه شبه الكركديه. بتتخدع فيه في السوبر ماركت. انا اتخدعت فيه انا بالفعل مخدوع. بتفتكره مسكر وفي الاخر تفاجئ ان هو حراق بس هو جميل مع المشويات ومع السمك بالذات يعني. انا اتخدعت فيه قبل كده في مطاعم السمك اللي هي بتكون في ايمونونو ففكرته مشروب عصير او حاجه وشربته ما قدرتش اكمله ورميته بصراحه من وقتها ما شربتوش تاني. فنجرب هنا يعني لما نجرب الحاجه من اصلها من مكانها الاصلي بتديك الطعم الاصلي للحاجه نفسها.
فبتقيس بناء على الطعم ده اي حاجه بعد كده. فانا دقت في المكان الغلط بصراحه، فهنجرب الشلجم في المكان هنا ونشوف. وهنا المشروب الايران، بس ده عيران حامض. عيران حامض مختلف شويه عن العيران العادي عند الاتراك. Ama şunu mutfağına pakete misin? Sağdaki حلو. جايك عيران. يعني احلى من الاجا عيران بصراحه. في عيران تاني زيه بس حراق، معرفش ازاي. العيران اصلا بيبقى مشروب بالحليب دوت اللي احنا بنسميه احيانا الرايب، بيسموه في الخليج ايوه اللبن وكده. اللبن المراعي. ففي اصدار منه بالثوم، حط عليه شويه ثوم، وفي اصدار منه بيحط عليه نعناع، في ناس بيضربوا الزبادي ويحطوا عليه اضافات مختلفه. فتقريبا كل ولايه هنا او كل مثلا الكرادينيز اللي عند البحر الاسود عندهم طعم عيران مختلف عن اللي في أضنا، عن اللي في اسطنبول، عن اللي في سوريا، وعن اللي في العراق، وعن اللي في مصر. تعال نشوف المكان من فوق. جميل أوي المكان، المطاعم والناس هنا. بص المكان اللي فوق دوت، الباب والزخارف دي. تعال نصور كده. بصوا بصوا بصوا، جميل أوي المكان ده. كرافاتا. تقريبا ورشة أو حاجة بس مقفولة، لكن معرفش ايه اللي جواها بصراحة. بص المكان ده تقريبا خان برضو ولكن خان صغير تقريبا مش كبير. طيب ننزل، انا جوعت جدا، انا هناكل. حمامة الحرية. رهيبة شكلها. دي اسمها ايه؟ كافورما؟ دي كافورما. كافورما كشار، جبنه ايه الكافورما؟ الكافورما اللي هي اللحمه البارده اللي معموله بالضغط، يعني بيضغطوها في صفايح او في اواني فخاريه في الدهن بتاعها. هي بتبقى مسلوقه الاول، بعد كده بيعملوها. فهي اسلوب تخزين اللحمه عندهم هم. ونوع معين من اللحمه ولا كل انواع اللحمه بتعمل بيها عادي؟ كلها عجالي. اللي اعرفه ان هي الكافورما ما بتعملش غير باللحمه العجالي اللي هي اليافها غليظه شويه. ما ينفعش الضاني، ما ينفعش نوع لحمه تاني. وهنا دي لحمه مفرومه وجبنه كشرله. جميل قوي القعده في وش المطبخ كده، شايفهم بيعملوا كل حاجه. نشوف الشلجم. انا خايف منه بصراحه. بسم الله. مش عايز يقولوا انه ما عجبوش. لا هو حلو بصراحه، يعني احلى من اللي انا دوقته قبل كده، بس يتشرب. العيران احسن منه. مختلف عن اي بيتزا تانية. هي قريبة شوية للبيتزا، بس طعم العجينة ويعني طعم المكونات وكل حاجة مديها طعم مختلف تماما عن البيتزا يعني. انا لازم اسيب لكم اللوكيشن تحت في الديسكريبشن عشان تيجوا تزوروا المكان ده. هنا الاسعار. بص الرسمه دي جميله قوي.
بئر ميه وورا مرسوم فيه قبة الصخرة. قبة الصخرة. حد يعرف مين الممثلين دول؟ سلام اطلع وجه. اي والله اي والله çok sağ ol. هلا صح. ناس جميلة. احب اوي الناس اللي هي ما عندهمش مشكلة في موضوع التصوير، بالعكس بيتفاعلوا معانا وبيبقى في مشاركة منهم نوعا ما يعني في التصوير. ناس لطيفة. ده المكان تحت السلم. مطعم تحت السلم. يوم جميل، ولحد هنا نكون خلصنا الفيديو. يعني كان يوم ممتع، واستكشفنا حاجات كتيرة جدا، وحاجات انا ما كنتش اتخيل ان انا هشوفها حاجة زي كده، ولكن هي دي مميزات اليوتيوب ومميزات الاستكشافات. يعني فعلا من الحاجات اللي انا بدأت ان انا اتعلمها في الفترة الاخيرة من اول ما بدأت التصوير، اني بدأت استكشف حاجات كتير يعني غريبة عليا وجديدة عليا. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ونشوفكم بفيديوهات تانية كتيرة ان شاء الله، ومغامرات جديدة مختلفة بإذن الله. واتمنى ان انا اشوف تعليقاتكم واشوف مشاركاتكم. شجعوني كده ان احنا نستمر في التصوير وفي صناعة المحتوى. شكرا لكم، ونشوفكم مرة تانية ان شاء الله بفيديو جديد في اسطنبول. السلام عليكم.